عمر كان يجي في بالك إن في يوم من الأيام تفتح شباك أوضتك تلاقي قدامك تمساح؟ بس ما تخافش، ده مش فيلم يخوف ولا مغامرة في غابة بعيدة، دي قرية حقيقية موجودة في قلب أسوان واسمها غرب سهيل، القرية اللي غيرت مفهوم السياحة كلها. يلا بينا نعرف حكاية القرية بكل تفاصيلها في 5 بالعربي. تبقى صاحي من النوم على صوت مية النيل، تفتح شباك اوضتك تلاقي قدامك تمساح. والله تمساح، بس ما تخافش، مفيش اي حاجة، ده مش فيلم بيخوف ولا مغامرة في الادغال، دي قرية حقيقية موجودة في قلب أسوان واسمها غرب سهيل. القرية دي مش شبه أي مكان تاني في مصر، أهلها عندهم رؤية مختلفة للحياة، بيوتهم مش بس أماكن للمعيشة، دي بقت فنادق بيئية صغيرة مليانة نقوش نوبية وألوان تخطف العين. كل تفصيلة هناك ليها قصة، وكل زاوية تحس إنها بتحكي لك تاريخ. إنك تزور غرب سهيل يعني إنك داخل على تجربة مش تقليدية خالص، يعني مثلا ممكن تبات في أوضة فيها تمساح بيتربى جوه حوض مخصوص ويفصلك عنه حيط زجاجي قوي. تجربة مش لأي حد، لكنها مشوقة جدا وبتشد الزوار من كل بلاد العالم. الناس هناك بيربوا التماسيح مش من باب الهزار، لكن كنوع من أنواع العادات النوبية اللي بقوا بيستخدموها في جذب السياح، خصوصا الناس اللي بتحب الحاجات الغريبة والمغامرات الآمنة. ولو كنت فاكر ان التماسيح هي اكتر حاجه غريبه هناك، فاحب اقول لك ان في كمان جلسات استرخاء فريده من نوعها. الناس هناك بيعرضوا على الزوار انهم يجربوا الجلوس في رمال ناعمه وساخنه تحت الشمس، وبيقولوا انها بتساعد على راحه الجسم وتخفيف الالام، خصوصا للعضلات والعظام، وده بيتم في اماكن مخصصه ومجهزه عشان تبقى امنه ومريحه. بعد كده تقدر تركب جمل وتلف بيه في شوارع القرية اللي كلها عبارة عن لوحات مرسومة على الحيطان بالألوان النوبية المبهجة، واللي بتخلي كل خطوة هناك متصورة في بالك قبل ما تصورها بكاميرتك. أهل القرية عرفوا إزاي يحولوا المكان البسيط ده لتحفة سياحية حقيقية. كل بيت بقى ليه دور وكل حد بيشتغل، من أول الستات اللي بيرسموا حنة للسياح للرجالة اللي بيشتغلوا في المراكب أو البازارات أو استقبال الضيوف في بيوتهم. غرب سهيل بقت قرية بلا بطالة والكل بيكسب من شغله، وفي نفس الوقت محافظين على ثقافتهم وتراثهم. المرشدين السياحيين بيقولوا إن دي من أنجح النماذج اللي في السياحة الريفية، وبيتمنوا إن باقي القرى في مصر تمشي على نفس النهج ده. الزوار بيجوا من كل بلاد العالم في الصيف وفي الشتاء، في اللي بيوصل عن طريق المراكب في النيل وفي اللي بيعدي من خزان أسوان، بس الأكيد إنهم ما بيرجعوش زي ما جم، بيرجعوا بذكريات وتجربة مش شبه أي مكان. اللي بيميز غرب سهيل مش بس طبيعتها ولا جمال بيوتها، لكن روح الناس اللي فيها. كل وش هناك مبتسم، كل حد بيعاملك كأنك ضيف عنده في بيته مش مجرد سائح. لو بتدور على تجربة فيها مغامرة وراحة وثقافة وناس بجد، يبقى لازم تزور غرب سهيل.